السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. فريق فيتا كلوب فريق مش ضعيف، فريق عشوائي. الفرق العشوائية دي تقلق منها. التشكيلة اللي بتظهر قدامك دي تشكيلة ماتش سيمبا اللي بدأ بيها مدرب فيتا كلوب المباراة وخسر 1-0 بضربة جزاء، عشان يجي الماتش اللي بعده المريخ السوداني ويبدأ المدرب بخطة تانية خالص مثبت فيها الدفاع ومثبت فيها لاعب خط وسط واحد بس، وكل التشكيلة اتغيرت. اكبر دليل ان الفريق ده عشوائي والمدرب بتاعه شكله هيقرفنا ومش هنعرف مين التشكيلة المتوقعة في الماتش ده. ولكن بما ان مثبت خط الدفاع خلينا نتكلم في خط الدفاع. رقم 3 ده الباك رايت، وده بعتبره مفتاح لعب الفرقة دي، بس هو على طول بيطير ومش بيهتم بالجوانب الدفاعية شوية، ولكن هو حريف حبتين. انت محتاج تلعب واحدة في ظهر الدفاع زي ما هتشوف دلوقتي كده. تقريبا هي دي الخطة الوحيدة اللي هتقدر تضرب بيها في فيتا كلوب، لان الفريق دوت متقمص دور البايرن، بيطير بكل خطوطه. عمل الكلام ده في ماتش سيمبا وسيمبا كسب 1 بالعافية. سيمبا مراحش على الجون غير مرة واحدة او مرتين بالكتير. لكن في ماتش المريخ السوداني المريخ كان بيحط الكرة في ظهر الدفاع زي ما انت شايف، عملوا هجمات كتير عليهم وكان ممكن المريخ يكسب الماتش ده. بس برضه هما فرقة عشوائية لكن عندهم خطوط هجومية قوية. كل الفرص دي اهداف محققة ما قدرش نادي المريخ السوداني يترجمها، وعشان كده استقبلت شباكه 4 اهداف. النادي الاهلي مش محتاج تبني كورة كتير، زي ما انت شايف كده كورة من نص الملعب بتروح انفراد، خلاص الموضوع سهل خالص. مش محتاجه حاجه يعني. زي ما احنا قلنا ان فريق فيتا كلوب فريق عشوائي جدا، وشفت الدفاع بتاعه عامل ازاي. الهجوم بقى يا سيدي عندهم سرعات غريبة جدا. ده لو لعب بالتشكيل اللي بدأ بيه ماتش المريخ السوداني. عندهم اللاعب رقم 7، اللاعب ده جاب جونين فيهم جون حظ لكن في الاول في الاخر جاب جونين، وهو فعاليته الهجومية قوية جدا عكس المهاجم رقم 9. اللاعب رقم 24 رايق شوية، عامل زي جونيور اجاييه كده وهو بيحرك اللعب احيانا. هتحتاج حمدي فتحي او ديانج عشان يقدروا يوقفوا خطورة اللعيب ده، عشان زي ما قلنا مزاجه رايق. عندهم الديفندر رقم 14 برضو ديفندر كويس وبيشوط حلو جدا، والفرقة دي فيها كذا لعيب بيشوط حلو قوي. وبرضه عندهم هافين كويسين جدا، الهاف رقم 11 ورقم 21. اتمنى ما يبدأش بالتشكيلة دي، يبدأ بتشكيلة ماتش سيمبا، لان انا حاسس ان الفرقة دي كانت عواجيز شوية وما كانوش بيقدروا يجروا زي الفرقة بتاعة المريخ. الباك ليفت بقى اللي هناك ده دوت راجل على باب الله ملوش دعوه بالسكه. الاهلي محتاج يركز ويضغط في الجبهة دي على طول. يا ريت يبدأ في الجبهة دي بطاهر محمد طاهر، لانه لعيب قوي وسريع وهيقدر يخترق الدفاع ده بسهولة من الجبهة اليمنى. التشكيل المتوقع في الماتش دوت هيكون الشناوي طبعا في حراسة المرمى، ايمن اشرف وبدر بنون، محمود وحيد ومحمد هاني، ديانج وجونيور اجاييه ومجدي قفشه، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبواليا. ممكن تقول التشكيل بتاعك المتوقع في الكومنتات، واتمنى تشارك الفيديو دوت واتمنى تشترك في القناة. شكرا على متابعتك للفيديو.